انا في واحده من صحابي جات لي بتقول لي انا بصحى من النوم تعبانه جدا، مضروبه علقه موت حرفيا. لما قعدنا انا وهي نحاول نشوف ايه بالظبط اللي وترها، الموضوع كان غريب، لان اللي اكتشفناه ان هي ما عندهاش حاجه توترها، ما عندهاش حاجه تخليها متضايقه قوي كده. بالعكس، اللي كان مخليها متضايقه بجد افكار امبارح. هي قعدت طول الليل تفكر في اللي فات وفي اللي جاي، في حاجات حصلت لها زمان، في كلمه حد قالها لها من 10 سنين لحد دلوقتي مضايقاها، فبتصحى واخده علقه موت. والله هو ده اللي بيحصل معانا بالظبط. نصحى طاقتنا خلصانه، مش قادرين، الحياه حوالينا متكركبه قوي، فنحس ان احنا زهقانين، الحاجات اللي حوالينا مش مترتبه كفايه، مش عارفين نبقى هاديين، وده صعب جدا، صح؟ بس تعالى اقول لك بقى، ونقسم التفكير لنوعين. تفكير زي الموظف الشاطر بيخطط ويرتب ويعمل بلان ويحاول يدور على اسهل حلول عشان يقدر يعمل شغله بطريقه سهله واوتوماتيك، يعني حاول يشوف اكتر الطرق اللي تريحه وتخليه شغال بدون مجهود. وفي تفكير تاني، وفي نوع تاني من التفكير عامل زي الموظف اللي بيحب النميمه، اللت والعجن. ما شفتوش كان بيحط حاجات في الاكسل دي؟ مش فاهمه انت عايز تبقى مين فيهم، انهي موظف؟ هو دي الفكره في اختيارك لانواع الموظفين اللي جوه افكارك، لان هما اتنين ملهمش تالت بصراحه. طيب اشمعنى بالليل بقى؟ اشمعنى بالليل بتجيلنا كل الافكار الوحشه دي؟ ما احنا كده مش هنحب بالليل، كده عندنا مشكله بالليل. لا، هو المشكله مش في بالليل، المشكله في الوقت الفاضي. يعني اي وقت فاضي سواء بالليل او مش بالليل هتحس نفس الاحساس. ايه ده بجد؟ والله. هنا بقى بنعمل ايه؟ ما انت ما تتخضش، انا مش بخضك. هنا بنيجي كل نص ساعة بنشتغلها نقعد كده مع نفسي ورقة وقلم، أنا مضايقني كذا النص ساعة دي، ومضغوط، أنا مضغوط، أكتب لستة بالحاجات اللي بتضايقني. طب الحاجة اللي هتاخد وقت في التفكير، بنعمل إيه؟ هنأجلها شوية عشان نعرف نقفل فكرة جوه مخنا. طب أنا مضغوط، روح كاتب تحتيها بقى طب انا هقوم اعمل كوبايه نسكافيه حلوه، انا مضغوطه اصل الشغل كتير، بس عادي انا هقوم اتمشى كده مع نفسي، اشرب كوبايه ميه حلوه، واروح اقف اهزر كده، ارمي كام نكته سخيفه اضايق الناس، وارجع اقعد على مكتبي تاني. خلاص، اخر اليوم بقى شويه الضغوطات اللي فاضلين صغننين نقعد نلقطهم كده مع نفسنا ونفكر ايه اللي فيهم محتاج نشتغل على نفسنا. ما هي الفايلات المفتوحه دي عشان احنا في حاجات مفروض نعدلها في نفسنا، وايه الحاجات اللي دي ولوله وعري فاضي، فنحاول نقفل الملف ده مع مخنا. اهمل بقى شويه، مش هو ده نوع التفكير اللي احنا بنحبه. فهمت؟ حاجه تانية، انا مخي لما بيكون في حاجه اسمها غياب المعنى والهدف. عارفين يعني ايه غياب المعنى والهدف؟ لما بسيب دماغي كده شغاله نشتغل يوم بيوم، اللي هو خلينا عايشين اليوم بيومه، الكلمه العفويه بتاعت الناس دي، مخي هنا بيبدا يتسوحني بقى، احنا عايشين يوم بيومه، فنبدا نعيط ونلطم وما بنقومش من مكاننا. لكن لو ما عشناش اليوم بيومه، عاملين خطه وهدف، اشطر كتكوت نجيب الخطه والهدف دول ونحاول ان احنا نوظفهم، ونكتب الحاجات احنا هنشتغل على ايه، وايه اللي محتاج شغل كتير، وايه اللي محتاج شغل قليل، حبه صغيرين كده من كل حاجه. فاهمني؟ طبعا. هقولك كمان حاجه على مخك عشان ما يعرفش يخدعك. مخك عشان يحميك دايما من الحاجات اللي جايه بيبدا يقلقك ويخوفك ويعملك وضع التجمد، ان انت تفضل قاعد متجمد مكانك، مش بتقوم خطوه لقدام. لما يحصل كده لازم تقول لمخك انا فاهم ان انت بتحاول تحميني، بس احنا اللي جاي ما بيعضش، احنا هنقوم عادي وهنشتغل على نفسنا، ولما نقع هنعرف نقوم ازاي، عشان احنا هنعرف احنا وقعنا ليه، وهنبدا من غير ما نبقى خايفين، لان احنا عارفين كويس قوي ايه اللي مش هيوقعنا تاني. وهكذا احنا بنكتسب خبرات، بنكتسب حاجات في نفسنا جديدة، بنعرف ايه اللي ضعيف فينا فنقويه، وايه اللي قوي فينا فننميه، فنبدأ ننبهر بنفسنا، نعمل أحسن حاجة عندنا، نعمل علاقة مع نفسنا، ونحاول إن احنا نبقى فاهمين كويس قوي ايه اللي بيضايقنا وايه اللي بيوقفنا وايه اللي بيوترنا. هنا بس هتبقى صلحت مع نفسك، صلحت مع الحاجات اللي حواليك. بص، أنا مش عايزاك تهد الدنيا، ومش عايزاك تكسر العالم، مش عايزة حرب مع الديناصورات، أنا عايزاك تبقى عندك هدف في الحياة، خطة مجدولة، وعندك حاجات بتحبها وتنميها. ما تبعدش عن هوايتك أكتر حاجة في الدنيا هتقويك وتنميك وتكبرك وتوصلك، هتخليك حد تاني خالص، متصل مع نفسك، عارف ايه اللي بيقلقك وايه اللي مش بيقلقك، خليك عارف نفسك بجد. أنا مش عايزاك تبقى قلقان ومتوتر، أنا عايزاك عارف أنت عايز إيه، عارف أنت مين، تقدر تعمل إيه، وتجرب بقى حاجات جديدة عشان تكتشف أنت بتقدر تعمل إيه، عشان أنت ما تعرفش، واللي أنت ما تعرفوش
احسن من اللي انت تعرفه. خد مني وما تراجعش ورايا. ولو ما تعرفنيش، انا كوتش مديحة بالمناسبة. عشان تشوفني تاني فمحتاج تعملي فولو وشير بقى كمان بالمرة. وبس كده، باي باي.